صباح الخير. مش عارفة هتشوفوا المنظر بقى ولا ايه. عايزة اوريكم والله، انتوا اكيد فاهمين. هنسكب الماسورة القمر دي، بس صباح الخير. ازيكم يا جماعة؟ بصوا ده بقى فيديو جديد. زي ما انتوا شفتوا كده انا صحيت وبعد كده عملت الفطار، وبعد كده دلوقتي بقى هعمل ايس كوفي. عملت فطرت شربت ايس كوفي بتاعي. بصوا اليوم او الفلوج ده غريب جدا لانه ما كملش زي ما احنا مخططين له. انا تعبت وروحت وما جبناش اي حاجه، لسه واقفين عند نقطه ان كل حاجه واقفه والبيت فاضي وكده، عشان انا تعبت يعني. هتلاقوني حتى هطلع معاكم واتكلم معاكم كمان شويه عادي على ان انا احساسي عامل ازاي الفتره دي. عايزاكم تشاركوني انتوا كمان، انتوا حاسين بايه. انا عاده بيبقى وقت اللي ما بين الصيف والشتاء ده، الوقت ده بيخوفني قوي قوي قوي. بحس كده ان انا قلبي مقبوض، وفعلا ده بيأثر على نفسيتي جدا وبيحصل لي فيه دايما مشاكل. وفعلا الفترة دي حصل حاجة كده مؤثرة يعني عليا وكده، بس ان شاء الله كل حاجة تتصلح. بس انا بقى حاولت ان انا العب مع يحيوحة شوية عشان اطلع الطاقة اللي فيه وفيا. وانا بحب الحاجة دي، زي طبعا انتوا عارفين سلسلة الطفولة المتشردة بتاعتي، فبحاول ان انا اعمل ذكريات ليا قبل ما تكون لي. عاملين ايه؟ بصوا النهاردة بقى يوم اللي هو بيبقى تاني يوم اجازة بعد شغل 12 ساعة. اوكي، هو بيختلف طبعا من اسبوع لاسبوع. اوقات بيبقى ورايا فيه تاني يوم شغل كتير، واوقات بيبقى لسه البيت ستيل نضيف، يعني لسه مروقاه من بدري قبلها بشويه صغيرين يعني او كده. فهو ده بقى اليوم اللي كده. مش عندي حاجات كتير، عندي بس شويه غسيل اصلا انا سندكوا عليه. بس كنت عايزه اقول لكم عارفين انتوا عايزه اتكلم معاكم في حاجتين كده، مش في حاجتين، هو في شويه مشاعر كده غريبه جوايا. مش لاقيه لها حل ومش عارفه يعني اقولها ازاي. بس حسيت ان انا عايزه افضفض كده شويه. زي ما شفتوا اصلا انا صحيت، فتحنا الشباك شويه، فطرنا، قعدنا لعبنا مع يا حبيبي، وبعد كده خلاص بقى عينينا وارمه طبعا، بس احنا كويسين، مش قوي. بصوا، عارفين احساس ان انتوا اقوياء جدا، انتوا اقوياء، عارفين ان انتوا اقوياء جدا جدا جدا، بس انتوا حاسين ان بلاش المره دي. فاهمين يعني؟ بمر باحساس مش عارفه احطه تحت انهي بند. هل ده مثلا، او عقلي رافض ال3 اختيارات، هل هو مثلا ابتلاء المفروض اصبر عليه، بس ستيل انت خلاص بقى انت مش قادر، انت مش دي الفترة المفروض يكون معايا كمان ابتلاء، وانا جسديا نفسيا انا مش قادرة، ولا ده نصيبك، فعقلك رافض ان انت عشت فترة طويلة جدا من حياتك، كل فترة بتثبتلك ان انت ما عندكش نصيب من الفرحة كبير، او نصيب من الامان بقى والاستقرار وكده، انت مش عندك نصيب فيه، انت لازم تعترف ان انت ما عندكش نصيب فيه، فعقلك رفضه. ولا ده مثلا
ده ضغط نفسي مثلا، ده عيب فيك، ده ايه؟ مش عارفه، مش عارفين، انتوا مش عارفين. بس يعني آه مش عارف تخرج من الحاجة دي، مش عارف تصلح الحاجة دي، مش عارف امتى بقى هتنتهي. متأكد من جواك ان الديفكت مش في مكان واحد، الديفكت في حاجات كتير اوي في حياتك. قلبك مع حاجة عايز تصلح حاجة، وعقلك متشوش بناس تانيين عايز تصلح لهم حياتهم، فبالتالي هيعود عليك ان انت تبقى مستقر نفسيا، لان طبعا دول جزء من حياتك. انت مش فاهم حاجة، عندك ضغط شغل، ضغط بيبي، ضغوطات كتير قوي، او موبايل هيفصل. فانا عندي غسيل هنطبقه، بس كنت حابه اقول لكم الحاجه دي. لو انتوا عندكم حل للموضوع او ازاي ممكن نرتب افكارنا ونطلع من حاجه زي كده قولولي. انا عارفه ان انتوا مش كتير دلوقتي، مش حد سامعني اصلا. كنت عامله اليوتيوب على كده عشان لما عاوز ان انا احكي حاجه او اتكلم في حاجه الاقي ناس اتكلم معاهم. ممكن ما يدونيش ردود، تخيلوا. يعني كويس ان انتوا اصلا مش بتكتبوا كومنتات، عشان مش حاسه ان انا عايزه حد يكون بيكتب حاجه او يجادج حاجه. بس ف احنا فله ان شاء الله تطلع منها على خير وتعدي تكون خير، وربنا ليه حكمه في اللي بيحصل. نرجع تاني كويسين كده وكده. ماشي. بص بقى، البيت حبيب قلبي مش كتير خالص، لا هو حاجات بسيطه خالص هنطبقهم. خلصنا جزء كبير جدا من البيت الحمد لله. عندنا اكل من امبارح وجوزي هياكله، انا بقى مش عارفه اكل ايه، بس يعني هنتصرف. بس يعني مش فارق معنا الاكل والله، بس يعني ايه لازم نعمل عشان البيبي وكده. اوكي يلا خلصت هنا، ولما اخلص البيت هصوره لكم. اليوم مش هيخلص على كده على فكره، عشان احنا هنطلع نجيب حاجه البيت، عشان برضو الفيز اللي احنا بنمر بيها دلوقتي دي عطلتنا عن ان احنا نملى بيتنا ونعمل حاجات كتير قوي. يعني انا مش قادره بصراحه ان انا اعمل اي حاجه من الحاجات دي، بس فان شاء الله خير. زي بقى ما حكيت معاكم كده، شاركوني فعلا احساسكم ايه، ويلا خلصوا اللي وراكم مهما كنتوا بتمروا باي حاجه. بس عملت بقى غدا بسيط خالص، ده كان جنب بواقي الاكل اللي انا قلتلكوا عليها. لحمه كده بالخضار وخلاص، قطع صغيره خالص. وروقت بقى البيت وكل الحاجات دي، ونضفت الدنيا والمطبخ وكل الكلام دوت. وبعد كده بدات اجهز بقى عشان اروح الهايبر. بس طبعا الضغط النفسي مسبناش في حالنا. لكم بصوا بقى، انا لبست عشان نروح نجيب مشتريات الشهر ونعمل اي حاجه كده، ايه بدل ما نقعد نطلع بقى نتمشى ونجيب مشتريات الشهر يعني. واحنا هنرجع على طول عشان خاطر يعني عندنا شغل بكره تاني واحنا مش قادرين. فزي ما اتفقنا بقى هنروح نجيبهم، وممكن اصور لكم هناك او لما اجي اوريكم الحاجات. شوف بصراحه مش قادره خالص خالص خالص. تمام. مش عارفه اوريكم قوي يعني الهدوء، بس لما اروح هناك لو اتصورت هبقى اوريكم. تمام. عايزه اقول لكم حاجه معينه. انتوا حاولوا ان انتوا مفيش اي حاجه في الدنيا تضغطكم نفسيا. وطلعوا كل حاجه اول باول، وخدوا وقت لنفسكم وخرجوا واصرفوا فلوس على صحتكم النفسيه وعلى اي حاجه ممكن تخرجكم من الاكتئاب، او من ان انتوا ما تتكلموش، ما تظهروش اقوياء طول الوقت، ما تظهروش مثاليين. انتوا ليكوا حقوق على نفسكم كبيره قوي قوي قوي، ولو ما خدتوهاش هتاخدها غصب عنها. لان انا في اليوم دوت يعني ما قدرتش خالص اقف على رجلي، كنت حاسه بتقل فظيع في جسمي وفي رجلي، وتلجت اطرافي كلها، ما بقتش وصل لها دم تقريبا، وما قدرتش اخد نفسي ولا اقدر عملت اي حاجه، مع ان انا مستاهل يعني ان انا الحمد لله اوصل لحاجه زي كده. بس خلاص بقى كان كل حاجه جوه نطقت كده، اللي هو كفايه بقى، كفايه ولازم نرتاح ولازم ناخد بالنا من نفسنا ونحب نفسنا. بس شكلي هنا ممكن ما يديش ان ممكن ده يحصل بعد شويه، بس فعلا الحمد لله